بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتكلم عن الدرس الاول في الوحدة التانية، علوم اولى اعدادي ترم اول. الدرس اسمه الطاقة مصادرها وصورها. زي ما احنا عارفين ان الطاقة لها مصادر ولها صور. طيب، الطاقة الانسان ما يقدرش يعمل اي حاجة من غير الطاقة، والاجهزة ما تقدرش تشتغل من غير الطاقة. اذا الطاقة هي اللي بتخلي الانسان يشتغل، والطاقة بالنسبة للأجهزة هي اللي بتخليها برضو تشتغل. طيب، ايه الحاجة او ايه الشيء اللي بيدي الانسان الطاقة؟ الغذاء. لما الانسان بياكل الاكل بيحصل له احتراق او يتحرق، فيطلع طاقة تخليه يشتغل ويتحرك، واجهزته الداخلية تشتغل، يعني القلب يدق والتنفس يشتغل والمخ يفكر والعضلات تتحرك. اذا الطاقة في الانسان جاية من الغذاء. اذا الغذاء مصدر من مصادر الطاقة، والغذاء بيجيب طاقة. طيب، ده بالنسبة. طيب، بالنسبة للأجهزة زي السيارة، بنحط لها ايه؟ بنزين، وبيتحرق وبيطلع طاقة تحرك السيارة. اذا البنزين خلى السيارة تتحرك، والوقود مصدر من مصادر الطاقة. والبنزين لما اتحرق خلى العربية تبذل شغل، والاكل لما اتحرق خلى الانسان يبذل شغل او يعمل شغل. اذا يتشابه الوقود داخل السيارة مع الغذاء داخل جسم الانسان، لان كل منهما يحترق وينتج عنه طاقة تمكن السيارة من الحركة، وتمكن الكائن الحي من القيام بالانشطة المختلفة. طيب، لو أثرت بقوة على قلم محطوط على الترابيزة واتحرك لقدام، وانا زقته لقدام، يعني أثرت بالقوة او بذلت شغل او قوة لقدام، دفعته لقدام، انا كده بذلت شغل. انا كده بذلت شغل. اذا الشغل اللي هو القوة اللي أثرت عليها على الجسم في المسافة اللي اتحركها في نفس اتجاه القوة. المسافة اللي اتحركها في نفس الاتجاه، التأثير بالقوة او في اتجاه معين، بنسميها الازاحة. اذا الشغل بيساوي القوة في الازاحة. الشغل طاقة وحدة قياسها جول، والقوة وحدة قياسها نيوتن، والازاحة دي مسافة في اتجاه معين او مسافة لها اتجاه معين، وحدة قياسها المتر. اذا الطاقة هي اني استطيع بذل شغل او اعمل تغيير على الجسم، لو ساكن اخليه بيتحرك، ولو بيتحرك اخليه ساكن. اذا الطاقة هي القدرة على بذل الشغل او احداث تغيير، وتقاس الطاقة بوحدة الجول. والشغل يقال ان هناك شغل بذل عندما تؤثر قوة على جسم وتحركه مسافة. اذا الشغل بيساوي القوة في الازاحة. الشغل وحدة قياس الجول، والقوة وحدة قياسها نيوتن، والازاحة فيه وحدة قياسها المتر. مسألة بيقول لي احسب الشغل الذي تبذله قوة مقدارها 20 نيوتن على جسم فتحركه مسافة 20 متر. هو عاوز الشغل ومديني القوة ومديني الازاحة. هكتب القانون. الشغل بيساوي القوة في الازاحة، 20 في 20 هتساوي 400. طيب، هنتكلم عن صور الطاقة. الطاقة اللي بتشغل التلفزيون دي طاقة كهربية. طب الطاقة اللي جاية من الشمس بنتدفى بيها دي طاقة حرارية. طب الطاقة اللي بتنور لنا الدنيا دي طاقة ضوئية. طب الطاقة اللي بتخلي التفاعلات الكيميائية تحصل في جسمنا دي طاقة كيميائية، زي تفاعلات الاحتراق وغيرها من التفاعلات. طب الطاقة المغناطيسية، لما المغناطيس يشد المسمار الحديد يبقى عنده طاقة مغناطيسية. وطاقة نووية جاية من العناصر المشعة بنستخدمها في توليد الكهرباء. طيب، وفي كمان طاقة ميكانيكية جوه اي جسم بيتحرك، وتنقسم الى طاقة وضع وطاقة حركة. ده بالنسبة لصور الطاقة. اذا صور الطاقة: طاقة وضع، طاقة حركة، طاقة ميكانيكية، طاقة صوتية، طاقة ضوئية، طاقة كهربائية،
طاقة حرارية، طاقة كيميائية، طاقة نووية. طيب مصادر الطاقة، يعني الطاقة جاية منين، مصدرها ايه؟ اول مصدر الشمس، بتدينا طاقة حرارية وطاقة ضوئية وطاقة شمسية، والشمس مش بتنتهي، مش بتخلص، فبنقول عليها مورد او مصدر دائم للطاقة. والشمس كمان طاقة ايه، نظيفة. طيب تاني مصدر من مصادر الطاقة الرياح. الشمس هي اللي بتحرك الرياح، والرياح بتحرك طواحين الهواء. اذا الرياح مصدر طاقة متجدد من مصادر الطاقة، والرياح مصدر طاقة نظيف. طيب تالت مصدر من مصادر الطاقة حركة المياه. احنا عارفين المية في البحر بتعمل امواج، لو حطيت توربينات في المية هتتحرك وهتولد الكهرباء. اذا حركة المياه مصدر للطاقة وطاقة نظيفة، مصدر طاقة متجدد، مصدر طاقة متجدد. طيب رابع مصدر للطاقة الوقود، زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، والوقود بينتهي فبنقول عليه مصدر غير متجدد للطاقة. طيب خامس مصدر من مصادر الطاقة اللي هو الغذاء، مصدر للطاقة زي ما ذكرنا، الغذاء بيدي طاقة للإنسان والحيوان. طيب رقم 6 التفاعلات النووية هي كمان مصدر للطاقة. إذا مصادر الطاقة الشمس والرياح والغذاء والوقود وحركة المياه والتفاعلات النووية. طيب في سؤال، تلجأ الدول المتقدمة إلى استغلال الطاقة الصادرة من الشمس والرياح. ليه بنستغل الطاقة الناتجة من المصادر من الشمس والرياح؟ لأنها مصادر رخيصة وغير ملوثة للبيئة، ومصادر الشمس مصدر دائم والرياح مصدر متجدد للطاقة. هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يبقى في فيديو تاني لشرح بقية الدرس.